اجي وتجري وتشوفوا معاكم واحد وصفة غزالة ما شاء الله. هانتو البنات، ها هي اللي قلت لكم بغيت ندير في هاد الاكله العجيبه، اكله البرد، دوا البرد. هي المحيمصه. خديت البنات نص كيلو تاع المحيمصه كيما كيبان. لاباس عليكم هانين. البنات بغيت نشارك معكم واحد الوصفه ديال البرد، ما نعاودش لكم على كيفاش كتجي. صراحه شفتها حتى في تيك توك وعجباتني. انا ما كنتش كندير فيها هاد المقادير كله، ولكن بلي شفتها في تيك توك وعجباتني بغيت نشاركها معكم. المهم كتاخذوا واحد شويه العدس والفول، كتحكوا واحد البصيله والربيع، ثومه، شويه الهريسه، مطيشه محكوكه. هاد التوابل هادو كتاخذوهم وكتضيفوا عليهم هاد التوابل اللي شفتوا، معلقه الكمون، معلقه العرق الصفار، الطحميره، شويه البزار، شويه سكينجبير، الملحه حسب الذوق، والهريسه راني قلتها لكم باش كتجي الوصفه حاره. والبنات وهذه هي اللي قلت لكم تاع البرد، شي حاجه سميتها دوا البرد، المجبنه. المجبنه البنات كتجي زوينه في هاد الاكله اللي غندير لكم، كتجي زوينه بزاف، وقلت زعما نشاركها معكم. المهم كتاخذوها حتى هي كتضيفوها بحال هكا مع هاد المكونات كلها اللي قلت لكم، وغنديروها فوق البوطه تشحر، وكنضيفوا عليها واحد شويه زيت العود. شويه زيت العود كيجي فيها غزال بزاف. هانتو البنات المكونات، نتمنى ما يكونوا بانوا، راه حتى درتهم في الطنجره، في الكوكو طنجره الضغط، وعاده قلت علاش ما نشاركش معكم هذه الوصفه. ايوا عاده غنقول لكم شنو هذا المكون اللي هو اللي كيجي به هاد الوصفه زوين. هانتو البنات، ها هي اللي قلت لكم بغيت ندير في هاد الاكله العجيبه، اكله البرد، دوا البرد. هي المحيمصه. خديت البنات نص كيلو تاع المحيمصه كيما كيبان لكم. هانتو غناخدو غنغسلو وغنرمي على المكونات اللي قلت لكم. وانا هاد المحيمصه كنديرها دائما، ولكن صراحه عمرني ما درتها بالفول والعدس. اليوم درت فيها الفول والعدس وشويه الحلبه، يعني شي حاجه زوينه ديال البرد. ها هي. هانتو البنات، ها المقادير اللي عطيتكم. غنبداو الضبابه. هانتي شفتوا هي تشحرات كيما كتبان لكم هادشي تشحر. ودابا غنسد على الكوكوط واحد 15 دقيقه ولا 10 دقائق حتى يطيب هادشي. البنات وما قلتش لكم واحد معلقه صغيره تاع السمن يكون حار صافي. وهانتو البنات انا هادشي راني درتو فوق البوطه يتشحر. وملي غيتشحر خاص الماء يكون غليان، يكون طيب باش نرويو بيه ونسدو الكوكوط. بعد ما سديت عليه واحد شويه نتو شوفوا كيفاش كتبان، على الله تبان لكم مع داكشي. هانتو طابت، ودابا غنبللها بالماء طيب. هانتو غنبللها بزاف حيت كيما سبق لي قلت لكم المحيمصه من نوع تاع لي باط اللي حتى هي كتشرب لاصوص صافي. ودابا غنضيف هاد المحيمصه اللي غسلت كيما كتبان لكم. هانتو البنات، الا كانت عندكم حتى مطيشه الحك ممكن تضيفوها، حتى هي كتجي زوينه. مطيشه الحك انا صراحه ما كانتش عندي، ما ضفتهاش. هانت صافي البنات، دابا غنسد على هادشي، غنسد عليه واحد 10 دقائق تاني وصافي. ديك الساعه ان شاء الله غتكون طابت ونقدمها معاكم. البنات كنت قلت لكم ما عنديش مطيش الحك صراحه، وهبط جبتها باش تجيني كيما تشهيت هاد المحيمصه، وتعطيني اللون اللي كتجي به زوينه هاد المحيمصه بمطيش الحك وبالتوابل اللي سبق لي ذكرت معاكم. ونتمنى هاد الوصفه ديال دوا البرد، يعني صراحه دوا البرد ديال بصح، يعني شي حاجه سخونه وكمفيده. نتمنىكم البنات تجربوها وما غتندموش، جربوها وصفه غزاله ما شاء الله.
ايوا البنات هنا هي طابت، انا البنات خطيتها، ونتمنىكم البنات لا عجبوكم هاد الوصفات اللي كنقدم طاقيوني عندكم ونجربهم معاكم.